واكتر دليل على كلامي ده كلام اللجنه اللي بيقولوه كل اسبوع، وكمان تصويت الجمهور اللي بيجي لكم كل اسبوع ووصلكم للمرحله دي. احنا خلاص الحلقه قبل الاخيره من الفاينل، توب 5. انا عايز افكركم كده بلحظات سريعه في مشواركم في عرب ايدل كلكم. يعني عمار مثلا، انت لما قدمت على كاستنج عرب ايدل في دبي جازفت، ونانسي يوميها سالتك هل المجازفه دي تستحق، وشكلك كنت عارف انت بتعمل ايه بالظبط لانك وصلت للتوب 5. فهل ان شاء الله هتكون من التوب 3؟ مهند، انت قدمت في كاستنج عمان وساعتها اخدت 4 نعم من اللجنه، ودخلت اخر واحد عند اللجنه، يعني استنيت كل المشتركين ودخلت انت اخر واحد. فاكر ولا مش فاكر؟ بس انا فاكر. وانت الوحيد اللي من ضمن الالاف اللي قدموا في عمان اللي دلوقتي واقف هنا على مسرح عرب ايدل. فهل يا ترى هتكون واقف هنا الاسبوع اللي جاي؟ ان شاء الله. محمد، انت وجودك هنا يمكن اصعب، لان اصرارك عشان توصل للمرحله دي خلى حاجات كتير تعدي عليك، حاجات مهمه قوي زي مثلا ولاده ابنك. فهل يا ترى هتعيش اللحظه الحلوه الاسبوع اللي جاي اللي هتنسيك كل التعب ده وتقول بسيطه مش مشكله كانت تستاهل؟ ان شاء الله. يعقوب، يعقوب انت في المراحل الاولى يعقوب اتنجمت كده، يعني ابهرت اللجنه، عملت شغل جامد يعني. ورغم ان احنا كلنا عارفين ان انت صوتك تعبان والمشكله اللي حصلتك في الاحبال الصوتيه، لكن الاصرار موجود عندك، لانك رغم التعب ورغم المرض ورغم كل حاجه صممت انت تقدم احسن حاجه عندك ووصلت للمرحله دي، مرحله التوب 5. فان شاء الله هل هتبقى موجود الاسبوع اللي جاي في التوب 3؟ ان شاء الله. امير، انت اللجنه كلها بالاجماع دايما بتشيد بيك، والجمهور وصلك للمرحله دي لحد النهارده. لما بتطلع تغني على المسرح اللجنه بتقول احنا مش لاقيين ملاحظه نقولها لك. فهل ان شاء الله الجمهور هيوصلك للاسبوع اللي جاي الحلقه الفاينل من التوب 3؟ ان شاء الله. دلوقتي هقول اسماء المشتركين ال3 اللي هيتنقلوا معانا للفاينل. والاسامي اللي انا هقولها دلوقتي مش بالترتيب، بس دول ال3 اللي هيتنقلوا معانا للاسبوع اللي جاي، وهم اللي اخدوا اعلى نسبة تصويت بينكم انتوا ال5. وزي ما قلت من شوية انتوا ال5 جالكوا تصويت مخيف، بس في فروق ما بينكم. المشترك الاول اللي هيتأهل معانا
للمرحلة النهائية ويتنقل للأسبوع اللي جاي وينافس على لقب أرب ايدل للموسم ده. أنا هطلب من الجمهور يهدى شوية بعد إذنكم، بعد إذنكم. الاسم الأول هو يعقوب شاهين من فلسطين. مبروك، ألف مبروك يا مبروك يعقوب شاهين، أول مشترك يتأهل معانا للتوب 3. يا ترى مين تاني مشترك؟ المشترك التاني اللي أخد نسبة تصويت تأهله للأسبوع اللي جاي عشان ينافس على اللقب في الحلقة اللي جاية هو المشترك التاني هو عمار محمد من اليمن. ألف مبروك لعمار والأهل اليمن. فاضل معانا مشترك واحد بينكم انتوا الثلاثة هيتأهل للفاينل. مشترك واحد منكم هينافس على اللقب الأسبوع اللي جاي. المشترك اللي هينافس على اللقب في الحلقة اللي جاية وإن شاء الله يكون الآيدل للموسم ده هو أنا هطلب الهدوء من الجمهور لحظة بعد إذنكم. المشترك هو أمير دندن من فلسطين. مبروك أمير دندن وهارد لك محمد بن صالح والمهند. ألف مبروك عمار، ألف مبروك أمير، ألف مبروك يعقوب. عايز أطلب منكم انتوا الثلاثة تخليكم معايا على المسرح. هارد لك يا مهند. عمار تعالى. أمير أكيد بوصولكم للمرحلة دي أكيد فخورين بنفسكم صح؟ وأكيد اللجنة عايزة تقول لكم حاجة ولا مش عايزين؟ خلونا أنا أقول بالنيابة عنكم ممكن؟
انا عايز اقول ان احنا فخورين بيكم، وانتوا الثلاثه جالكم نسبه تصويت مرعبه. انتوا الثلاثه عندكم فان بيس قويه جدا. انتوا الثلاثه اصوات تستحق اللقب، ووصولكم المرحله دي ان انتوا خلاص توب 3. واحد منكم خلاص هيكون الارب ايدل ان شاء الله. عمار ويعقوب وامير، 3 مشتركين اتجاوزوا كل مراحل البرنامج وحصدوا اعجاب اللجنه والمشاهدين كل اسبوع. الثلاثه من احلى الاصوات، وخطوه واحده بس بتفصل كل واحد منهم في تحقيق حلمه الكبير. تصويتكم المره دي اهم من اي مره، القرار في ايديكم وانتوا هتختاروا الارب ايدل. ودلوقتي تعالوا نفتكر ازاي كان اداء المشتركين الاسبوع ده.